بداية اسمحوا لي أن أعاتب هيئة الرئاسة في أسلوب معالجته لأحداث السليمانية وعدم استجابته لبحث هذا الموضوع في الوقت الذي كنا ننتظر أن يقوم مجلس النواب بصفته ممثلا لجميع الشعب أن يدلو بدلوه في هذا الموضوع قبل غيره، خاصة وإن الموضوع خطير ويتعلق بدم المواطن. وكنت أتوقع أن المجلس حتى لو كان في عطلة يقوم السيد رئيس المجلس أو 50 عضوا من أعضاء المجلس المحترمين بموجب المادة 58 من الدستور بعقد جلسة استثنائية وطارئة لبحث الموضوع. ولكن ومع الأسف منذ يوم 19/2 ونحن كنواب سليمانية نطلب درج الموضوع على جدول الأعمال، إلا أنه يتم رفضها من قبل هيئة الرئاسة. والرغم أن المجلس قد قرر وبأغلبية كبيرة في جلسة يوم 21/2 على درج الموضوع في جدول أعمال تلك الجلسة بعد رفضها من قبل هيئة الرئاسة، إلا أنه وقعت للأسباب التي حصلت في تلك الجلسة. وبموجب المادة 37 من النظام الداخلي إذا لم يتم النقاش في موضوع مدرج على جدول الأعمال يرحل إلى جلسة ثانية التي تلي تلك الجلسة. وبعدها حصلت عطلة المجلس، ومنذ عودتنا من العطلة ونحن نطالب هيئة الرئاسة الموقرة بضرورة اتباع قرار المجلس وإعادة إدراج الموضوع إلى جدول الأعمال، ولكن يتم تجاهل طلبنا. وأخيرا اليوم وبعد خراب البصرة أو خراب السليمانية من علينا بإلقاء بيان وفي نهاية الدوام. السيدات والسادة الأعضاء المحترمون، في الحقيقة ما جرى ويجري في محافظة السليمانية من 17/2 وإلى الآن هي مجازر حقيقية وسفك للدماء بالجملة ضد المتظاهرين المدنيين العزل بكل معنى الكلمة. خرجوا لممارسة حق كفله لهم الدستور. ففي يوم 17/2 قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بعقد تجمع جماهيري وبعد تأييدا لانتصار ثورتي الشعبين المصري والتونسي ولتذكير السلطات في الأقليم بالمشاكل والأزمات الحقيقية التي يعاني منها المواطنون. وبعد الانتهاء من الاجتماع توجه قسم منهم باتجاه شارع سالم ومروا من أمام مقر الحزب الديمقراطي وهو أول مقر حزبي يصادفهم. حصلت مشادات كلامية بين المتظاهرين وحراس المقر تطورت إلى قيام المتظاهرين برشق المقر بالحجارة، وهذا ما أدينه وأدانه المتظاهرون أنفسهم. فإذا بحراس المقر يقومون وبلا رحمة بإطلاق النار العشوائي وبالبنادق الكلاشينكوفي والبيكيسي على المتظاهرين المدنيين العزل المتجردين من السلاح. وكان في الوقت الذي كان بإمكانهم طلب الوسائل المدنية كخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع وغيرها للتعامل مع المتظاهرين المدنيين، لا التعامل معهم بالرصاص الحي في الوقت الذي يردد المسؤولون في الأقليم. نظام من محمد خليل، تفضل. الرئيسي، إن شاء الله المدن العراق عامرة بأهلها وبنظامها الديمقراطي، لا توجد خراب بصرة وسليمانية. حسب المادة 43 من الدستور العراقي احترام مجلس النواب والرئاسة وأعضائه وهيبة الدولة ومؤسساتها والوقار الجلسة واجب أخلاقي على كل الأعضاء. أنا أطلب شطب الخراب البصرة وسليماني. هو شيء تاريخي خراب البصرة، حكمة. صحيح هذا الكلمة التاريخ ما يشطب سيد الرئيس. هي عامرة إن شاء الله بأهلها وتحصل مشاكل تحل إن شاء الله. تفضل كمل. في الوقت نعم في الوقت الذي يردد المسؤولون في الأقليم يوميا بمناسبة وبدون مناسبة بأنهم أكثر الأنظمة ديمقراطية في المنطقة بأسرها، بل يتباهون بها، تعاملوا بمنطق السلاح والقوة مع المتظاهرين المدنيين. ولو كان لابد من إطلاق النار عليهم كان بإمكانهم إطلاقها في الهواء لتخفيف وإبعاد المتظاهرين، لا توجيه ألسنة النيران إلى صدورهم مباشرة، والتي أدت إلى استشهاد شاب في 14 من العمر تواجد بالصدفة في محل الحادث وأصيب أكثر من 57 شخصا بجروح. إن هذه الحادثة أججت شعور المواطنين وأجج الرأي العام في المحافظة. وما زاد من الأمر سوءا وتعقيدا هو قرار الحزب الديمقراطي بإرسال قواته إلى محافظة السليمانية، التي أدت إلى جو شديد الحساسية وخلق المزيد من التوتر داخل الأوساط الشعبية والرأي العام، التي ما انعلمت بتوجه تلك القوات إلى السليمانية حتى خرجت وبشكل فوري وعشوائي للتنديد بمقدم تلك القوات ومطالبتها لها بالرحيل، لأنها كانت تنتظر أن تقوم الحزب الديمقراطي بتقديم الاعتذار لها، لا أن تقوم بإرسال المزيد من القوات إليها. إن نائب رئيس البارتي الحزب الديمقراطي وفي معرض دفاعي عن إرسال قوات إلى السليمانية دافع عن ذلك وقال بأنها قوات حكومية أرسلت بالتنسيق مع رئيس حكومة الأقليم، علما أن الأخير أنكر ذلك. ثم على فرض أنها جرت بالتنسيق معه فإنه لا يملك تلك الصلاحية، لأنه وبموجب قانون رئاسة الأقليم الصادر سنة 2005 من برلمان كردستان فإن مسألة تحريك القوات بيد رئيس الأقليم وليس رئيس حكومة الأقليم.
حتى هو أي رئيس الأقليم لا يمكنه تحريك القوات العسكرية في الداخل وفي الصراعات السياسية، وإنما فقط للدفاع عن حدود الأقليم أو الدفاع عن حدود العراق بناء على طلب السلطات الاتحادية. إن تحريك القوات كما تعلمون في الصراعات المدنية والسياسية مخالفة صريحة للقوانين الداخلية للأقليم، وكذلك الدستور العراقي المادة 9 منه تحديدا. بعد ذلك رفعت الجماهير المتظاهرة من سقوف مطالبها التي كانت قد رفعتها يوم 17/2، فخرجت وتخرج منذ ذلك اليوم بمظاهرات يومية مستمرة ليس في داخل مركز المدينة فحسب، وإنما في كل المدن والقصبات في سليمانية كرانيا وقلعتزة ودكان وبيرمقرون وشمشمال وتكية ودربندخان وكلر وكفري وعربد وسيد صادق وحلبشة وبينجوان وغيرها، بالإضافة إلى قضاء كويسنجق في محافظة أربيل، وقد نتجت عنها حوادث مؤسفة. ففي يوم السبت الموافق 19/2 استشهد فيها مواطن وجرح أكثر من 8، وفي اليوم التالي الأحد 20/2 استشهد شخصان وجرح أكثر من 18، وتوالت تلك الأحداث الدامية في الأقضية والنواحي لتصل مجموع عدد الشهداء منذ اندلاع المظاهرات وإلى الآن إلى 8 شهداء، أحدهم طفل باسم جيرميان في 11 من العمر استشهد أمام مقر الحزب الديمقراطي في شمشمال، وعدد الجرحى إلى أكثر من 200 جريح، 123 منهم فقط دخلوا مستشفى سليمانية عند زيارتي لهم، بالإضافة إلى ملاحقة وخطف وحجز كل من اشترك في المظاهرات. وصل الأمر إلى خطف وتهديد والحجز اللا قانوني لرجال الدين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني الذين اشتركوا بصورة مباشرة أو عبر التأييد والمساندة في المظاهرات، ودون أن يتم كل ذلك بأمر قضائي أو بعلم القضاء، مما حدى بالقضاة وأعضاء الادعاء العام في سليمانية بالتوجه إلى رئيس الحكومة يطلبون منه إيقاف تلك الاعتقالات العشوائية الغير القانونية الذي قاموا بالاستجابة لطلبهم بإطلاق سراح ما يقارب 50 متظاهرا معتقلا بوجبة واحدة. كانوا معتقلين في الآسايش. ومنذ الأيام الأولى للتظاهرات هناك قوات ملثمة ومشبوهة وبملابس سوداء لا يعرف هويتها تقوم بإطلاق النار والاعتقالات والاعتداء على المتظاهرين. إن المتظاهرين في محافظة سليمانية قدموا أروع صورة للتظاهر المدني السلمي الحضاري وبكامل الوعي والشعور بالمسؤولية وضبط النفس. يستحقون منا من هذا المجلس كل الفخر والاعتزاز والتأييد، والتي يبدو أنها لم ترق لبعض الأجنحة المتطرفة في السلطة في الأقليم عندما رأت أن المتظاهرين وبإصرارهم على الالتزام المدني السلمي بدأوا يتجهون بخطى ثابتة وحثيثة نحو تحقيق أهدافهم. حاولت ومنذ اليوم الأول وبكل الوسائل إدخال وتسريب العنف إلى المظاهرات، وذلك في محاولة منها لتشويه صورة المتظاهرين وإظهارهم بمظهر الغوغائيين المشاغبين، ولكن المتظاهرون كانوا واعين لهذه المؤامرات وأفشلوا العديد من المحاولات وثبتوا على موقفهم المدني السلمي وتجنبوا أي نوع من المصادمات، فكان شعارهم نستقبل إطلاقاتكم بورود، أو حتى لو قتلتنا فنحن لا نقتلكم. فاستقبلوا أفراد البيشمركة والشرطة والآسايش بالقبلات والورود، إذ إن الأغلبية الغالبة منهم كأفراد متعاطفين مع المتظاهرين ومطالبهم. ولكن هناك قوات أخرى بعضها مجهولة ملثمة ليس لرئيس الحكومة ولا الآسايش أي سلطة عليهم، وهم مستمرون في الاعتقالات والخطف. إذ قامت تلك القوى المشبوهة وفي منتصف ليلة 19/2 بمهاجمة القناة التلفزيونية النالية في آمن منطقة في سليمانية التي تقع داخل القرية الألمانية، وقاموا بإطلاق النار على الأجهزة وإحراق البنايات بالكامل، وأطلقوا النار على حارس المبنى وأصابوه بجروح ثم وانسحبوا بهدوء إلى مقرهم القريب من موقع الجريمة. طبعا تم تصوير المسلحين، إذا أراد المجلس نقوم بعرض التصوير. حتى بعد أن ركن المتظاهرون إلى ساحة السرايا التي أصبح فيما بعد يلقى بميدان التحرير تيمنا بميدان تحرير القاهرة، قامت تلك القوات المجهولة والملثمة مرة أخرى بمحاولتها البائسة من جديد لتعكير صف المتظاهرين وإدخال العنف إليهم، وخاصة بعد أن شاهدوا دوام وثبات المتظاهرين على موقفهم ومطالبهم. ويلتحق بهم كل يوم أفواج جديدة من الناس ومن مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، وقد تحول إلى ساحة مقدسة بعد إجراء مراسيم الصلاة ل3 جمع متتالية. فقد قاموا ليلة الاثنين الموافق 28/2 بوضع قنبلة صوتية داخل الساعة انفجرت أثناء التجمع، وأصيب 9 أشخاص بالصدمة الصوتية لتفريق المعتصمين، ولكن هذا لم يؤثر على إرادة المتظاهرين بل ازدادوا تمسكا بمواقفهم، فقرروا الاعتصام والبقاء بشكل دائمي، لأنهم قبل ذلك كانوا يجتمعون في النهار فقط. فقامت نفس القوة المشبوهة التي تصول وتجول على راحاتها وفي ليلة 5/3 بمهاجمة المعتصمين، وقامت بحرق خيام المعتصمين بالضبط على نفس المنوال الذي قام به بلطجية السلطة في ميدان التحرير في مصر عندما هاجموا المتظاهرين على ظهر الجمال والخيول كما رأينا على الشاشات. فقاموا بخطف مجموعة منهم لا يزال ولحد هذه اللحظة مصيرهم مجهول.
وفي نفس الليلة تم مهاجمة إذاعة دنك الصوت الأهلية في قصبة كلر، وهي إذاعة أهلية مستقلة تنتقد السلطة والمسؤولين. والغريب في الأمر أن كل هذه الانتهاكات والاعتداءات والجرائم ترتكب بحق المتظاهرين، ولكن السلطات تغض النظر عنها ولا تحرك ساكنا تجاهها. تلك السلطة التي تتباهى بأنها استطاعت أن تحقق الأمن والاستقرار في الأقليم، ذلك لأن أجهزة الأمن والبيشمركة والأمن الداخلي هي أجهزة مسيسة ومتحزبة ومنحازة، إذ إن قوات في الأقليم هي قوات حزبية ولا توجد ولحد هذه اللحظة قوات حكومية مهنية مستقلة ومحايدة. وهناك أدلة كثيرة على ذلك، وبالمئات من تصريحات المسؤولين وبضمنهم تصريحات رئيس الحكومة ووزير البيشمركة، إذا أردتم الاطلاع عليها فإنها معي. يؤسفنا أن نقول بأن السلطات تقوم بحفظ أمن المواطنين للدرجة التي لا تتعارض مع أمنها ومصلحتها. فكل الحوادث التي وقعت في الماضي سواء قبل المظاهرات أو بعدها على المواطنين المنتقدين للسلطة أو المناوئين لها، أما أن تهمل ولا يتم اتخاذ الإجراءات جدية وحقيقية أو تسجل في النهاية ضد المجهول وتغلق القضية. أما الأحداث والأمور التي تقع ضدهم وضد مصالحهم فلا يكاد يمر يوم واحد على الأحداث أو عدة أيام يعلنون بأنهم توصلوا إلى هويات فاعلية حتى وإن كان المرتكبون خارج الأقليم. فأصبح المواطن العادي تولد لديه الشعور بالافتقاد إلى الأمن، خاصة من غير المقربين إلى السلطة. فالأمن للأسف عندنا هو أمن سلطوي، ولدينا أمثلة عديدة لا أريد التطرق إليها، فقط أذكر حالة واحدة منها في حادثة مهاجمة المعتصمين وحرق خيامهم على مرأى ومسمع من الآسايش وفي وسط المدينة. اكتفى مديرية الآسايش بإصدار بيان ذكر فيه بأن الحادث بعيد عن أوامرهم وواجباتهم. كما إنه وعند زيارة ممثلي المتظاهرين والمعتصمين إلى مدير عام آسايش في محافظة السليمانية وهو عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، قال لهم صراحة بأنهم كجهاز آسايش لا يمتلكون أي سلطة على القوة التي أحرقت الخيم وخطف مجموعة منهم، وإنهم لا يمكنهم تحمل مسؤولية الحفاظ على أمن المعتصمين والمتظاهرين، كما أعلنت الناطقة الرسمية باسم المجلس الموقت لإدارة ساحة السرايا التحرير في مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي. أقول: أولم يحن وقت منع القوات الحزبية المحظورة أصلا بموجب الدستور العراقي الفقرة باء المادة 9 منه والمادة 5 من قانون الأحزاب الصادر في أقليم كردستان منذ عام 1993؟ سيادة النائب اللي احنا حددنا خلاص وقت. سيد الرئيس، 5 دقائق. مو قلت إذا بيان مفتوح فأنا حسب باقي لها صفحة حددنا وقت يعني. لا ما يخالف ما يخالف. ألم يحن وقت منع القوات المحظورة أصلا بموجب الدستور العراقي الفقرة باء للمادة 9 منه والمادة 5 من قانون الأحزاب الصادر في أقليم كردستان منذ عام 1993، وكذلك بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، علما أن أحد أسباب سخط وازدراء الناس وأحد مطالبهم الرئيسية والتي يطالبون بمعالجتها هي مدرجة ضمن قائمة مطالبهم والموجودة نسخة معي. وقد ذكر كأحد نقاط تقرير نواب محافظة السليمانية جميعا يوم الثلاثاء الموافق 8/3، وهي إعادة إنشاء قوات البيشمركة والأمن الداخلي وجعلها قوات وطنية مهنية مستقلة ومحايدة ترتبط بحكومة الأقليم لا الأحزاب كما هي عليه الآن. شكرا سيادة النائب، تجاوزت الوقت كثيرا. شكرا. لا مطالب سيد الرئيس، مطالب. شكرا. مطالب. أدعو هذا المجلس باعتباره. سيد الرئيس هل أنتم موافقون إذا كان اي خلص يعني هذا وقت احنا قلنا 3 دقائق صار لك. المطالب للمجلس خلاص 5 نقاط. أدعو هذا المجلس بصفته ممثلا لجميع أفراد الشعب أن تقوم بواجبها الحقيقي تجاه كل المواطنين وأن تطلب من السلطات في الأقليم ما يلي. أولا الاعتراف بالمظاهرات التي تجري حاليا في الأقليم باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا كفلها لهم الدستور العراقي في المادة 38 منه والقوانين الداخلية في أقليم كردستان، ومطالبة السلطات في الأقليم بتحمل مسؤوليتها والتزاماتها في حماية أمن المتظاهرين وتوفير الجو الآمن التي يستطيعون من خلالها التعبير عن حقهم الدستوري هذا بحرية وأمان. وأطالب هذا المجلس أن يعترف رسميا بهذا الحق لهم ويعلن عن تأييده ومؤازرته لهم، هذا أقل حق لهم على مجلسهم النيابي. 2 إدانة كافة مظاهر سيادة النائب أصبح البيان طويل جدا. محافظة البصرة ومحافظة الموصل إلى حق بيضاء. محافظة الموصل 2 صحيح. 2 إدانة كافة.
شكرا سيادة النائب، شكرا، الفكرة وصلت، شكرا. إدانة كافة مظاهر العنف والممارسات اللا قانونية من قتل وجرح وتعذيب وخطف وتهديد وحجز واعتقالات عشوائية من قبل القوات الرسمية وغير الرسمية والقوات الملثمة والمجهولة الهوية ومن دون أوامر قضائية، والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها بأسرع وقت ممكن، وإطلاق سراح من بقوا في التوقيف أو الحجز أو الخطف، ومحاكمة الذين يقومون بالخطف والاحتجاز اللا قانوني. 3. مطالبة السلطات في الإقليم وخاصة رئيس الإقليم ورئيس حكومة الإقليم بالتفاوض رسميا ومباشرة مع ممثلي المتظاهرين والاستجابة إلى مطالبهم، علما أن الناس ولحد هذه اللحظة لا يطلبون الإسقاط أو الرحيل كما يريد بعض الجهات أن يصور ذلك، بل يطالبون بالإصلاح ومستعدين للحوار والتفاوض، ولكن الحزبين يرفضون الحوار الجدي مع المتظاهرين. أخيرا، المطالبة بالكف الفوري عن استخدام أي أنواع العنف والقوة مع المتظاهرين، وبعكسه ينبغي علينا أن نتحرك قبل أن يسبقنا إليه آخرون، أو قبل أن تصل الأمور إلى لا سامح الله إلى وضع لا يمكن معالجتها وندم عليها عندما لا ينفذون الندم، والإسراع بتشكيل المجلس التحقيقي وإرساله إلى السليمانية قبل المحافظات الأخرى، لأن الوضع هناك مختلف، فالمظاهرات يومية ومستمرة والانتهاكات تحدث بصورة مستمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.